تخيل معايا انك فاتح بيزنس وعندك افكار كتير وكل شويه تعلن عن منتج جديد بفكره اجمد من اللي قبلها. اكيد شركتك هتبقى امازون المستقبل. انت كده ممكن تدمر شركتك وانت مش واخد بالك. ده حصل فعلا سنه 83 مع واحد اسمه اوزبورن اللي كان ممكن يبقى ستيف جوبز المستقبل. الراجل اسس شركه كمبيوتر على اسمه وعمل مبيعات حوالي 73 مليون دولار من اول جهاز نفذه. راح بعدها اعلن انه هينزل جهاز تاني جديد اجمد من اللي قبله. تخيل حصل ايه؟ الناس وقفت اوردرات الجهاز الاولاني، قاعدين مستنيين الجهاز الجديد. بس هو نسي حاجه بسيطه قد كده، ان الجهاز الجديد ده كان لسه محتاج يتصرف عليه R&D Research and Development، البحث والتطوير. طب هيجيب الفلوس دي بقى منين؟ المفروض كان يجيبها من مبيعات الجهاز الاول، بس للاسف ما بقاش في مبيعات. يعني ببساطه مش هيعرف ينفذ الجهاز الجديد والشركه فلست. فخلي بالك، انت ممكن تكون صاحب افكار جباره بس تعلن عنها قبل اوانها، تخسر كل حاجه. وممكن واحد تاني عنده فكره واحده بس مكمل بيها ومخليها الكاش كاو بتاعته ويعرف يعمل